ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بخير. معايا هنا كيلو الا ربع او زيادة فوق نص كيلو شوية من الكنافة. طبعا طلعتها كده، فكت من الفريزر وبدأت بقى ايه افكها كده. وكان معايا لكل نص كيلو كنافة بحط له كوباية من السمنة، طبعا مسيحاها تمام. كان معايا هنا يعني كوبايتين الا من السمنة، ومعايا بدأت افككها كده واغلفها بالسمنة كويس، ومعايا معلقة من السكر البودر. تمام، بدأت بقى ايه مع نفسي كده اغلفها وافككها كلها واخليها تتشرب كلها من السمنة والسكر اللي انا حطيته عليها. تمام كده. طبعا انا كنت عاملة الشربات عشان يبرد. معايا هنا الصينية ومولعة الفرن بتاعي، معلقة سمنة كبيرة كده ومحترمة نزلت عليها بالصينية بتاعتي. تمام كده. وببدأ بقى ايه هنعمل كنافة بالقشطة. مش عاوزة اقول لكم بقى حاجة كده تحفة، كانت طرية وجميلة جدا. بدأت بقى افرد الطبقة الاولانية كده إيه على في الصينية. تمام كده. ومعايا بقى القشطة اللي انا هعملها، مش قشطة كدابة، قشطة كنت كل ما اجي اغلي لبن كنت بعين بقى وش اللبن كده على جنب واعينه في الفريزر في علبة لحد بص ما جه وقتها كده. كنت بعينه بقى اعمل بيه شوية رز في الفرن. اي حاجة محشية بتبقى حلوة جدا جدا. وطبعا بتبقى حلوة بردك بالقشطة الكدابة، اللي هي القشطة الكدابة ايه اللي هنعملها مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله. متنسيش بقى تحطولي لايك كده، لايك من ايديك الحلوة. واللي اول مرة يشوفني مشتركش في القناة طبعا ينورني ويشرفني ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل فيديوهات توصل له. متنسوش تحطولي لايك عشان عدد من المشاهدين يشوفوا الفيديو. تمام كده. بدأت بقى ايه احط القشطة افردها كده بالمعلقة، لان طبعا انتوا عارفين القشطة بتبقى تغلبني شوية في الفرد. بدأت افردها بقى كده واحدة واحدة مع نفسي، ونزلت عليها بشوية مكسرات زبيب جوز الهند وسوداني كنت ضربهم كده ناعم. وبدأت بقى افردها كده. لو حابة تستغنى عن الخطوة دي استغنى عنها، هي كده كده بالقشطة مش محتاجة اي حاجة عليها. بدأت بقى افرد الطبقة التانية كده زي ما حضراتكم شايفين، وبايديا كده لو في حاجة مش متقطعة حاجة مكلكعة بدأت برضك افردها واضغط عليها بصوا على قد ما اقدر. ولو في حاجة يعني كنت سايبة لسه، لو في حاجة باينة من القشطة ولا حاجة بحاول اغطيها عشان ما تتحرقش منك في الفرن. تمام كده حبايبي. اللي وصل معايا لحد دلوقتي متبخليش عليا باللايك، حطلي لايك وكومنت حلو من ايدك يا ست البنات. تمام كده حبايبي. بدأت بقى ايه ادارك كل القشطة بحيث ان هي ما تتحرقش مني في الفرن. طبعا كل ده وانا مسخنة الفرن والفرن شغال. تمام كده. بدأت بقى اضغط عليها كده بالراحة في الاول، وبعد كده بدأت اضغط عليها قوي بقى. تمام كده حبايبي. يلا نسمي الله ونذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده بقى وهي في الفرن خدت الوش الجميل من تحت، قلبتها وكانت ده النتيجة. بصوا والله العظيم الكاميرا بصراحة كانت ظلماها جدا. الشربات بقى معايا بارد وتقيل وجميل بقى. نزلت بقى بالشربات سقيتها كلها شربات كده، خليتها متغرقة بالشربات اللي معايا. تمام كده. سبتها لما تهدى بقى شوية عشان اعرف اقطعها. هنا طبعا الولاد ما صبروش، فبدأت قلت بقى ايه مش مشكلة. اتشربت الشربات اللي معانا بدأت اقطعها كده. عاوزة اقول لكم كانت طعمها حلو جدا وكانت طرية. اول ما تحطي لها الشربات غطيها بصينية وسيبيها بس 10 دقايق لحد ما تبقى كده بتتشرب الشربات على مهلها، وبعد كده تلاقيها طرية معاكي وجميلة جدا جدا. عاوزة اقول لكم كانت طعمها حلو جدا. جربوها بالطريقة دي. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم على أمة محمد أجمعين. متبخليش عليا باللايك، حطلي لايك وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا.